والنبي لا تضحك يا دكتور. طب اسمع النكته دي، هقول لك نكته عربي على طول بيحاول يقولها لي. بيقول لك مره مدرب سباحه اتجوز مدربه جمباز. ايه بقى اللي حصل صحيح؟ بس داخلين على كمين. مساء الخير يا فندم. مساء النور. دكتور عصام من مصلحه الطب الشرعي، وزاره العدل. ده الباريس ده لسه متغير. يا فندم كان مكسور واتغير فعلا. والكبوت ده ليه مطبق كده؟ احنا كنا في مهمه يا فندم، والبرابريز اتكسر والكبوت اتطبق، معلش. حضرتك تبع ايه؟ طب شرعي برضه. طب شرعي برضه. يا فندم انا هحكي لحضرتك الحكايه. اتفضل. العربيه دي اتسرقت مرتين، واللي سرقها رجعها من نفسه. اللي سرقها رجعها مرتين بنفسه. ايوه يا فندم. المرتين. ايوه يا فندم. شاربين حاجه؟ لا يا فندم احنا اطباء ما بنشربش حاجه. طب اركن لي على جنب. طب خلاص بنشرب اركن على جنب. انت كمان. يلا. كان ليها لازمه يعني تحكي له الحكايه كلها يعني يا دكتور؟ ما حكايه ما تتصدقش. من فضلك اسكت اسكت. اصل ما ينفعش اتنين دكاتره محترمين يقفوا يتفتشوا كده في وسط الطريق. وانا سببي انا يا دكتور، ما انا ما ينفعش برضه اقف اتفتش كده يعني. يعني كان ممكن تقول له اي حاجه ونعدي وخلاص. ده وقته. الحقيقة يا جماعة أنا مش شايف أي لازمة لوجودكم دلوقتي، للأسف التهمة موجهة للدكتور عصام، فأنتوا تقدروا تتفضلوا. احنا مش هنسيب دكتور عصام. ايوه صح، مش هينفع نسيب دكتور عصام. طب يا دكتور عصام، أنت ما شاء الله عندك ناس في ظهرك أهو، أمال قلقان ليه؟ ربنا يستر. كريم باشا، دكتور عصام ده كان استاذي في الجامعه، وكان بالنسبه لنا رمز الشرف والامانه والكفاءه. مستحيل يعمل حاجه زي دي. بعيدا طبعا عن ان هو ترقيته اتاخرت وزملائه دلوقتي بقوا وكلاء وزراء ومرتباتهم كبيره، وهو يعني مرتبه على القد، بس برضه العوز ما يخلوش يعمل حاجه زي دي. اسكت يا حمدي من فضلك. هو موقوف عن العمل مش كده؟ ايوه كان، لانه حضرتك متهم في سرقه مومياوات، وانت عارف ان المومياوات دي بمبالغ ضخمه جدا، فالفلوس الكتيره دي بتطمع البني ادم اكتر، فبتخليه لو بيعمل عمليات مشبوهه يعمل عمليات مشبوهه اكتر واكتر. بس احنا يعني متاكدين بينا وبين بعض ان هو يعني بريء بامر الله ان شاء الله. متاكدين انه بريء. يا فندم الموضوع قيد التحقيق. انتوا بتفتحوا مواضيع النيابه ما سالتش فيها اصلا. يا دكتور عصام احنا ما ينفعش نشوفك في موقف زي ده وما نحاولش ننقذك. انتوا بتغرقوني، بتدوسوا على دماغي. من فضلك اسكت.